في النجف الأشرف تتصاعد شكاوى مواطنين من تعرضهم لعمليات احتيال مرتبطة برهن عقارات في قضية أثارت جدلا واسعا هنا. وبحسب روايات المتضررين فأن شخصا قام باستئجار عدد من المنازل في مناطق متفرقة قبل أن يعمد إلى رهنها لأشخاص آخرين باستخدام وثائق مزورة. العقار اللي سكنني به انطاني به سند وانطاني به مكاتبة مال بيع. تبين لاحقا انه العقار اللي انا ساكن به مو نفس رقم الدار اللي موجود بالسند. احنا راجعنا على السند اللي موجود وراجعنا على التفاصيل اللي موجوده، طلعت اصوليه 100%، لكن العقار اللي سكنني به هو يختلف عن رقم العقار اللي موجود بالسند. هذه هنا صارت عمليه التزوير. قدمنا شكوى بالمركز والشكوى تحولت للقاضي، ان شاء الله تكون بها اجراءات ترجع لنا حقنا وحق الناس. الضحايا اكدوا تكبدهم مبالغ تقدر بملايين الدنانير، مطالبين الجهات المعنيه بفتح تحقيق شامل واتخاذ الاجراءات اللازمه لضمان استعاده حقوقهم ومحاسبه المتورطين وفق القانون. ياخذك الغير بيت يطلع البيت ياجره ويجيك المؤجر يقول لك ما اقبل هذا البيت انا ماجره. اكو ناس من ربعنا يعني 90% تقريبا ماجر البيت من اشخاص وراهنا عليهم. هسه جاهم المؤجر يريد بيته، اكثريتها الوان اغلبيتنا احنا ناس مأجر عليهم، راهنا عليهم بس هو مأجر من غير اشخاص. هسه قاموا عليهم البيوت يردون يطلعوهم من البيوت. احنا 200 نفر تضررنا، لا واحد وصلنا، لا واحد جانا. بالنسبه لي انا واحد من الناس 20 مليون راح من عندي، جانب اوراق مزوره، ولحد الان جاي نطالب ونناشد، لا واحد استمع من عندنا ولا واحد وصلنا. جاي يجوه رعيان البيوت، صار له سنتين وثلاث سنوات ما جاي البيت. صارت هاي الرجه كان ياخذ الشهر 700 و600 متفق وياه، صارت هاي الرجه جت لبيوت الوادم. ودعا المتضررون الجهات المعنية إلى التدخل وملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصافهم ووضع حد لمثل هذه الحوادث. من النجف الأشرف، محمد الغالبي، وان نيوز.